أنا جياد حسام الدين وطالعة في مسار إجباري وبدون سابق إنذار في رمضان. إيه اللي خلاني عايزة أبقى ممثلة؟ يا ده انتي أنا ما بدأتش أصلا كممثلة، أنا بدأت غنى الأول، كنت بغني ميوزيكلز، مسرح غنائي، فهنا اتعرفت على التمثيل. في حاجة عارفة اللي هو بتحصل كده، اللمبة نورت يعني. من وأنا صغيرة بتفرج على الأفلام الأبيض وأسود، ويعني أكتر حد مفضل بالنسبة لي سعاد حسني، بس عمري ما تخيلت ان انا هبقى فنانه، يعني ما كانتش حاجه معايا من وانا صغيره. هو مع امي كان في مفاجاه، ما فيش يعني ازاي وتعملي كده، ما كانش في ده، بس كان في اللي هو ايه اللي حصل. بس مع الوقت ولما شافت، يعني انا برضو قعدت فتره بدرس وباخد ورش وبسافر وبرجع، يعني لما شافت البروسس حست لا تمام، هو ده اللي انتي المفروض تعمليه، واضح ان انت فاهمه انت عايزه ايه يعني. بالنسبه لابويا كان اللي انت عايزاه واعملي اللي يسعدك وكده. انا بدات اصلا بميوزيكال، كنت باخد ورشه مسرح غنائي لمده 8 شهور في اسطنبول، كنت عايشه في اسطنبول فتره، ومن هناك بدات اجمع ان انا عايزه امثل. رجعت خدت ورش في مصر، تقريبا كل الورش اللي كانت موجوده وقتها، وبعدين لما حسيت اني خلصتهم كلهم حسيت انا محتاجه اسافر، فروحت فرنسا بحيث ان انا برضو اتعلم على يعني من مدارس مختلفه وكده. وبس رجعت بدأت كده اعمل اوديشنز بقى كتير قوي قوي، لحد ما عملت اعلان اتعرفت فيه على الاستاذه مريم ابو عوف، منها اشتغلنا مع بعض في ليه لأ الجزء التاني، وبعدين بقى خطوه خطوه يعني. هي الفتره اللي هي بتحولي من حاجه لحاجه دي اصعب فتره، ودي كانت سنين، مش فتره قليله خالص، لان مفيش اي ضمان ان اللي انت عايزاه هيحصل، وانت سبتي اللي انت اوريدي اشتغلتي عليه وكنت واصله فيه لحاجه. يعني مش عايزه اقول ريسك، لان برضو اللي بيشتغل لازم هيلاقي حاجه، يعني لازم هيلاقي حاجه قصاد اللي هو بيعمله ده، وقصاد انك عندك هدف اكيد رايحه في حته، بس في فقره كده في النص تبقى مليانه uncertainty، يعني اللي هو انا مش متاكده خالص انا بعمل ايه رايحه فين، بس انا حابه ده ومش شايفه نفسي بعمل حاجه تانية دلوقتي، خلاص بان انا افضل في اللحظه حاضره في اللي انا بعمله دلوقتي. لحظه بتسلم لحظه، لان طول ما انا مستمتعه قوي في اللي انا فيه حالا، معناه ان انا في الحته الصح. بيبقى فيه بقى مشاكل تانية مشاكل ماديه بقى، ما انت سبتي الشغل تبداي بقى تدوري على حاجات عمليه تعمليها ان باراليل، بس انت بتبقي عارفه انه خلاص انا يعني نفسيا وفكريا انا بقيت عارفه ان انا عايزه اعمل ده. والمضحك واللذيذ ان انا اصلا ما عملتش غير اعلانين في حياتي يعني انا مش الشخص اللي هو بيعمل اعلانات، في ناس اللي هي بتقعد تعمل اعلانات كتير لحد ما تعرف تمثل، انا عملت الاعلان ده بس هو كان مع استاذه مريم ابو عوف، فكان مفهوم جدا، يعني انا حسيت انا ايوه انا محتاجه اعمل الاعلان ده، تمام اكيد هتعلم من الكرو وطريقه الشغل والانفايرمنت العام. يعني كنا بنصور ان احنا في فرح في قريه، وبجد طول الاعلان بعمل كده مش عارفه شوفوا فيا ايه التسقيفه بتاعتي طول التصوير انا كنت حاسه ان انا بتعلم، ان انا قاعده بتفرج على يعني من اشطر الناس وموجودين في الصناعه، فاللي هو بس وجودي هنا كان لذيذ ومهم. يعني بعد كده لقيت هي قالت لاستاذ مودي شاهين كاستنج دايركتور ان هو يكلمني على المسلسل، كان ليه لا الجزء التاني، ده كان بعد الاعلان ده ب6 شهور مثلا. بس وبعد المسلسل ليه لا عملت غرفه 207 وجروب العيله وسفاح الجيزه وبين السطور موجود دلوقتي، لحد بقى مسار اجباري وبدون سابق انذار. يعني ليه لا انا بجد كنت مستغربه جدا، انا كنت حاسه ان انا بعمل دور صغير يعني مش باين اتخضيت قوي لما لقيت ان هو متشاف كده. بس الصدمه دي في سفاح الجيزه، انا عارفه ان انا بعمل دور غريب جدا انه يتشاف فيه ست، فعارفه ان انا بعمل حاجه مختلفه، وكنت مبسوطه قوي بده كممثله. مش عارفه يعني لو ده هيأثر هيعلم الناس هتفتكره، ما عنديش فكره، هو ايه ده شكرا بس كنت مستمتعه جدا بالدور، ولما حصل رد الفعل ده كنت حاسه شكله كده شغل السنين بيبان واحنا مش واخدين بالنا، فهو بس كان احساس كده في طبطبه انه انتي تمام انا عايزه اعمل كل حاجه، عايزه اعمل مستقل وميوزيكال ودراما، ويعني عايزه اعمل ونفسي، يعني عايزه اعمل كل حاجه. حاسه ان هو مفيش اي حاجه تمنع ان الواحد يعمل كل الانواع. نفسي قوي اشتغل مع استاذه كامله،
عايزه اشتغل مع استاذ شاكر خضير جدا، سيستم المحسن، يعني هم كتير قوي. انا في المطلق نفسي اعمل حاجات تاريخيه، لان حاسه ان احنا عندنا ماتيريال رهيب في مصر كتير منه مش اكسبلورد يعني. وعايزه اعمل ميوزيكال، وعايزه اعمل اكشن، مش اللي هو نضرب بعض وخلاص، بس اللي هو يعني يعني اللي هو برضو زي ما في سفاح جيزه كده قليل ما بنشوف ستات في الحته دي، انا حاسه ان في حته برضو مش مكتشفه قوي في الاكشن للستات اكتر من الرجاله. يعني اللي يحب بقى يشتغل في الجانرا دي ياخدني والنبي. انا في رمضان طالعه في مسار اجباري، بعمل دور محاميه، اول مره اعمل الدور ده. مش عارفه دوري انا بالذات هو انترستنج، ان هو بتقعدي شويه مش عارفه تفهمي هي ايه، يا مالها هي كويسه ولا وحشه ولا هي ايه. في الاول بتحسي ان هي شخص لطيف وبتشتغل جدا وهارد وركر يعني جامد وكده، وبعدين بتبداي تحسي لا انت كده يعني الطموح بقى زياده عن اللزوم، انك مش شايف حاجه غير نفسك والهدف اللي انت عايزه توصلي له، وما بقيتيش شايفه اي حد تاني حواليكي. عند مرحله كده تبقي حاسه لا انت زودتيها، هو في ايه يعني، انت ليه مش شايفه اي حد تاني. فده الحته الانترستنج فيه يعني بص، لذيذ في السيت بتاع مسار اجباري ان احنا اول حاجه طبعا معظمنا يعني شباب، فكان في روح لذيذه كده، اللي هو احنا فاهمين بعض وبنتكلم نفس اللغه بطريقه ما يعني. وفي نفس الوقت استاذه نادين كان عندها رؤيه واضحه جدا هي عايزه ايه، فكان في حاجه كده احنا ماشيين عليها، وفي انضباط كده، في ديسيبلين، فبنيجي نشتغل الحاجه واضحه هنعمل ايه. ففي الروح الحلوه، وفي نفس الوقت بنشتغل يعني، فالميكس ده لذيذ قوي. لا مش بخاف اعمل الادوار اللي هي الشخصيه المستفزه، بس بخاف اتزنق في دايما الادوار دي، ده اللي بخاف منه. بس انا تمام عملت من ده على ده، فاللي هو بقى باين ان انا من هنا وهنا يعني. تعملي حاجه بتبقى الناس عايزه تجيبك في حاجه شبهها، فبيبقى في محتاج كده تاخدي وقت ويبقى في قوه كده انك تقولي لا شويه، انه يعني ليه هعمل نفس الحاجه. بس ان انا اعمل دور مركب او معقد، او الشخص طالع مش لطيف فيه، او يعني انا عملت ست بتقتل جوزها يعني. وكنت مستمتعه بالدور يعني. ما عنديش مشكله في ده خالص، لا. فبدون سابق انذار، لا هي غريبه قوي يعني. هي تركيبه، بس هي شخص مش مستريح مع نفسه تماما. هي من مستوى اجتماعي معين ومتجوزة من مستوى اجتماعي أعلى منها، ففي توابع بتيجي لده. أكتر حد بشتغل معاه في بدون سابق انذار هو أحمد خالد صالح، فهو على طول إحنا في حتة أنا بحاول ادافع عن نفسي او اشرح انا عايزه ايه وعايزه ده ليه وليه بعمل كده، وهو في حته مش فاهم يعني. في حته بالنسبه له اللي هو ما تفهمي بقى المفروض ايه اللي يحصل، او يعني فهو الكونفليكت هنا. الست بتاع استاذ هاني خليفه طبعا مخرج وشخص مختلف وليه آراء وشخصيته قويه وموجود جدا وكده، فلازم تبقي يعني في الست بتاع استاذ هاني لازم ابقى صح صحصحة وسمعة واسمع واجرب واسمع واجرب واسمع واجرب، مستعدة، في استعداد دائم كده، انا جسمي موجود وحاضر وها هنعمل ايه. بس بحضر بقى لده ازاي، بجد في شعري. في كده بتبني لنفسك صورة او بايوجرافي الشخص ده عايش حياته ازاي يعني، من ساعة ما اتولد لحد ما وصل للحظة اللي احنا فيها دي، بالجسم بقى مش منتلي. يعني انا من الناس المؤمنين جدا ان الممثل تشتغل بجسمه اكتر من عقله. اسخن جسمي، لما هيكون سخن هيطلع امبالس ليها علاقه بالشغل اللي ممكن في البدايه بدا عقلي، وفي تمارين بعملها بحاول ادخل في الحاجات دي بجسمي يعني، مش بس ان انا ابقى قاعده بفكر وبحسب يعني. وبعد ما بقعد واعمل واذاكر كتير قوي بسيب كل ده. لان برضه لما تقعدي ماسكه في اللي انت مذاكراه قوي ما بيبقاش فيه فرصه انك تسمعي في اللحظه دي المخرج عايز حاجه تانية بقى غير اللي انت بتعمليه ده خالص. فلازم برضه يكون في الفلكسبيليتي بتاعت تمام انا رميت كل ده ايه بقى. وهو بعد ما بترميه هو بيفضل معاكي في حته ما، انا ما اعرفش فين بقى، هيطلع في نظره، في كلمه، في تنفس، ما اعرفش،
طبعا انا مش بحس ان انا في مكان ادي نصايح لاي حد بس يعني لو حد اللي هو بيقول لي يعني انت شايفه ايه، هقول يذاكر، يدور على معلومات في كل حته، الورش في كل حته في مصر وبره مصر، فالمذاكره. نصيحه اديها لنفسي بعد بقى ما ذاكرت المذاكره دي ادربت يعني مش كل حاجه بالمذاكره، فاهمه؟ يعني بعد بقى ما تعملي الواجب خلاص ما تفضليش ماسكه فيه.